دون حتى أن تعلموا بوجوده. ومن مفضل مثله؟ أنت فقط تشعر بوجوده. لا، عندما يريد هو فقط أن أشعر به. أصدقون هكذا؟ هذا هو حال الصفوة والقادة بالنسيوس. فأنتم من مجموعة من الحمقى والبنات. دعكم من هذا. أنا أعتقد أن من جبار غير موجود الآن. على أي حال يا أبي؟ ومعلمه اليوم استمتع كثيرا في لارس. جمران حسنا حسنا، سأحكي لكم. الذي أشعر به هذه نهاية الصراع. خسرت أعظم حب كي أجلس هنا لأشعر بسخافة كل من حولي. لا شيء يستحق شرف استخدام عبقريتي. لا أفعل شيئا غير أن أوجه هؤلاء الأغبياء بين الصواب والخطأ. يا لها من حياة بائسة لعظيم مثلي. حتى جعلت الرجل يقتل أخاه. أنا شد روح يوديس. هيروديس! لا تخف يا بني. وماذا فعلت عن دين هيروديس كي يهتف لك الجميع؟ لقد كنت أحكي لهم عما فعلته اليوم في إيلارس. إذا فلتعد على مسامع قصتك البطولية، ولكن على أنغام لحن الموت. بالطبع يا شباب. لقد كان صديقين مقربين هذه المرة. علاقتهما أقوى من الصديق. كالإخوة، وكانا يتحدثان عن المرأة. بدأت أصور لأحدهما كل أنواع الخيال بينما يحكي له الآخر عنها. ولم أترك ذلك التعيس إلا عندما تحدث عن جمالها ورغبته بها أمام صديقه. وهو يعلم جيدا أن صديقه هذا متيم بها. ولكن قوتي لا ترحم أحدا. لما تعاركان وتقاتلان وتذكران حتى كان الرجل أن يقتل أخاه. عرض جميل يا شباب. أيمكنك أن تعيده لي مرة أخرى؟ بالطبع يا جفار. ولا أولم تقل منذ قليل بأنك جعلت الرجل يقتل أخاه؟ بالفعل. عذرا من جفار، أنا فقط قد خانني التعبير. خيانة التعبير؟ هل أصبحنا بهذا الضعف؟ هل أصبحنا نعجز أن نعبر عن مشاعرنا وعن من الحيلة؟ لقد قمت بأفضل ما لدي يا من جفار، وكان الخنجر بالفعل عند قلب الرجل حتى تدخلت تلك الراهبة وأفسدت كل شيء. الراحبة حجتكم دائما الرهيبة، ونحن نساء المملكة نوجز كل مهامنا في نفس الطريق. سأصلي لتتغلبوا على ريمسكا خلي بالك نعم نكلم هيروديس، عقابك السجن يوما كاملا. تتذكر جيدا كيف يمكن للتلميذ أن يخونه التعبير وتهزم راهبة؟ نفذ الأمر في الحال. أقسم بأن أجعل تلك الراهبة وقريتها هي شغل الشام حتى لو دعني يا أبي، وأستعيد هيبتي أمام كل من تملكها. أقسم بذلك. من جبار، أريد أن آخذ مباركتك للزواج إذا أمرت. الزواج؟ خبر سعيد. ومن من حسنوات برناسيوس قد اخترتها لتكون زوجة لك؟ ريمسكا. يا له من اختيار موفق. يا لك من محظوظ. أنا أريد صوتك الأخر. تذهبت 15 مرة يا رجل. حسنا، سأبارك تلك الزيجة، ولكن لما تريد الزواج بالمثل؟ لأنني أحبها. ماذا لو كان الحب صادقا يا بني؟ وش كان؟ عرفني الحب. لن تستطيع أن تعرف الحب، فنحن لم نخلق للحب. إن كنت تريد الزواج منا من أجل أن نتكاثر أكثر فأكثر وننشر الفساد في الأرض لكنت قد تركت تلك الزينة. أما لأنك تحبها فعقابك السجن 100 عام خارج قلعة برناسيوس. أتريد
أن تودعي؟ حسن، ذلك فقط من أجل كما أنت مرافق حسي من جبار. ما هي حكمة من جبار من أن يسجنني 100 عام؟ ما هي خطيئتي يا رئيس؟ لا أعرف يا باشكر، ليتنا لم نقرر الزواج. أنا أنساني غلط. أحب. وأنا أيضا أحب، تذكرها دائما. لماذا؟ لا تقلق على حسنائك الجميلة، فقبل أن تغادر الليلة ستكون معي أمام عيني. هل تعترضين؟ لا يا سيدي. أرأيت؟ هي من أحببت. الأنثى هي الأنثى في كل المخلوقات. خائنة، إن لم يكن لديكم شيء آخر فارحلوا، لقد أفسدتم علي متعة الاستماع لنحل الموت. انصرف. جدي، أريد أن أتحدث معك. ليس لنا مرشد. ولكن يا جدي أنا سيد، غدا هو أول يوم لي على الأرض، وأريد أن أتعلم منك. أرى أن هيروديس مقصر في حق النشر حتى ابنته. لا، لم يقصر، ولكن الكلام منك يختلف، فأنت أصل الصراع. حسنا يا مرشد، ذلك فقط لمكانتك عندي، ولكن في عجالة. جدي، أريدك أن تخبرني عن هؤلاء من يسمون بالبصر. إني في حيرة من أمر مني. مثل تلك الراهبة التي أسمعهم يتحدثون عنها كثيرا وكثيرا. من هم البصر يا جدي؟ ماذا تشعر عندما تنظر إليهم؟ هؤلاء من يسمون بالبشر هم أكثر الكائنات حمقا، من يدعون أنهم عاطفيون، وهم أكثر الكائنات ضحكا، من يدعون الفضيلة ويستمتعون بلذة الخطيئة وتحريمها عليه، من يضعون قوانين لتنظيم العالم ولا يستطيعون أن ينظموا علاقاتهم مع بعضهم البعض. هم أصحاب العقول والمنطق وأكثر منطقا شهوانيتهم على الأرض، ولهذا تنتابني ضحكات هستيرية كثيرة عندما أنظر إلى هؤلاء من يسمون بالبشر. وإن كانوا هكذا فأنا أقدرهم الخارق علي. تلك الإجابة ليست عندي أنا. ولكن يا جدي. مرشد، صرفي. حسنا يا جدي، سوف أنصحك. مرشد، أريدك أن تعلمي شيئا. إن البشر 3 أنواع، نوع يرتكب الخطيئة ولكنه يحاربها، ونوع آخر لا يقترب بالخطيئة ويفعلها، ونوع ثالث يفعل الخطيئة لأن غيره من البشر يفعلها ولكنه يقنع نفسه بأنها ليست خطيئة. هذا النوع هو بان شنوءا لأنه يظل تائها طيلة حياته. نتيجة هذا النوع يا مرشد فإنه بغيتنا جميعا. مرشد، أخبر الجميع بأنني سأختفي كعادتي، وأن المملكة ستكون تحت قيادة هيروديس بعد أن يكمل محبسه، وأنني أحذر من أي تهاون. انصرفي. قارتنا الراهبة، وهل تكون بالفعل بتلك القوى؟ حسنا، سأذهب إليك أيتها الراهبة، وإن كنت بالفعل تستحقين ذلك سوف ألعب معك لعبة